أهلا ومرحبا بكم من جديد. توالت ردود الفعل الدولية مع استضافة قطر للمونديال وإعادة فتح ملفات حقوقية لدول الخليج لم تطوى صفحاتها بعد، بداية من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وانتهاء بانتهاكات لحقوق العمالة الوافدة لهذه الدول. في هذا الجزء دعوني أرحب بضيوفي الأستاذ محمد الحميدي المحامي والناشط الحقوقي الكويتي، والسيدة سيرا لي ويتسون المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي والرئيسة السابقة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة Human Rights Watch. دعونا نبدأ بمتابعة بعض التغريدات في هذا الشأن، وأول تغريدة هي لمنظمة Human Rights Watch، ووصفت هذه التغريدة الوضع وقالت: يجب ألا يموت ولو عامل واحد لإقامة كأس العالم 2022، ومع ذلك هناك الآلاف ماتوا في قطر، ولذلك نطالب الفيفا بتعويض أسر الضحايا، هذا أقل ما يمكنها فعله. في تغريدة أخرى للمنظمة أيضا قالت: يعاني العمال الوافدون من جنوب آسيا وأفريقيا منذ سنوات في ظل نظام الكفالة في قطر والدول الخليجية، يجب أن يتم إلغاء نظام الكفالة المسيء وتشريع قوانين عمل تحترم حقوق العمال والموظفين. وفي تغريدة أخرى إدارة بايدن تتقاعس عن السعي إلى المساءلة عن دور محمد بن سلمان في قتل الصحفي جمال خاشقجي. وزارة الخارجية الأمريكية تقر عدم إمكانية مقاضاة محمد بن سلمان لأنه رئيس حكومة. أما راشد المزيني فغرد: المثلية حرية، والعلاقات الجنسية المحرمة والعري حرية، أما الحجاب واللحية والاحتشام والحفاظ على الدين فهو تطرف وإرهاب. هنا أبدأ الحوار معك دكتورة سيرا لي ويتسون. كيف تقيمون أنتم وضع الحريات وبخاصة حرية التعبير في 2022؟ ولماذا كانت المرأة في رأيك المستهدف الأكبر رغم الدعاية الحكومية بالمكاسب التي حققتها هذا العام في المنطقة؟ Well, the space for personal liberties and freedoms, in particular freedom of حريات التعبير، الحريات بشكل عام هو في وضع مزر في منطقة الشرق الأوسط. هناك الكثير ممن ينتقدون حكوماتهم، وخاصة في منطقة الخليج هناك الكثير من العواقب الوخيمة التي يواجهونها. والدرس المستفاد من كل ذلك هو أن الحكومات وخاصة في منطقة الخليج لا تريد من مواطنيها أن يعبروا عن آرائهم، لا يريدونهم أن يكونوا جزءاً من العملية السياسية. وبالتأكيد هناك الكثير من الإصلاحات الهامة التي حرزتها حقوق المرأة وخاصة في المملكة العربية السعودية، وقد حان الأوان لها منذ عهد بعيد. لقد ولى عهد النساء التي يحاولن الهروب من السعودية دون ولي أمرها، وهناك الكثير من المعالم التي تفرضها السيطرة على حيوات النساء كما نرى في الشرق الأوسط وفي إيران. فالنساء ما زلنا يتم التحكم بهما بسبب القوانين التي تفرق بينهم وبين الرجال كإعاقتهم على المشاركة للإرث بشكل متساو وبالنسبة للزواج والموافقة عليها. وهناك الكثير من الأمور التي يجب أن تتغير على السنوات القادمة. طيب أستاذ محمد، بالنظر لتقرير منظمة فريدم هاوس الأخير للحريات في دول الخليج، هل استطاعت في رأيك دول الخليج من خلال القوانين سن تشريعات واضحة تتعلق مثلا بالحرية الجنسية أو الحريات الدينية وحرية التعبير أيضا؟ بداية أنا أشكركم على هذا اللقاء مع ضيوفك الكرام الدكتورة سارة. تطرقت منظمة فريدم هاوس في سنة 2020 لآخر تقرير لها بأن الكويت فيها حرية جزئية وباقي دول الخليج لا توجد بها حرية. طبعا أنا هذا الأمر هو بالنسبة لي مضحك. أنا أتذكر قصة الطالب اللي ذهب لأبوه قال أنا نجحت المركز الأول، تفاجأ الأب وعندما راجع المدرسة تفاجأ بأن الصف كله ساقط. احنا لا شك أن الحرية في دول الخليج يعني تحتاج إلى معالجة أكثر وإلى توسع أكثر
ولكن أن لا يكون التوسع لقضية في ظل قضايا أخرى. يعني لا يطالبون المنظمات الدولية في التوسع بالحرية الجنسية والمثلية، وأن يتركون الحريات المهمة والأساسية اللي هي حرية الرأي وحرية التعبير والحرية السياسية، وكذلك الحرية المطلقة لقضايا الوافدين والبدون بالنسبة لنا في دول الخليج، لأن أغلب دول الخليج لديها هذه القضية. ولولا أمانة يعني الحرية الجزئية البسيطة في الكويت، لولا الدستور ولولا مجلس الأمة، لكان الوضع مثل باقي دول الخليج. الأمر الآخر بالنسبة للمشرع الكويتي، هو حرص أكيد في أكثر من مادة 35 و36 و37 من الدستور، إلى أن القوانين للأسف المطبوعات وقوانين المرئي والمسموع ضيق هذا الخناق على الوضع في الكويت وعلى كثرة القضايا وكثرة حبس الأشخاص. ما تطرقت لها أستاذ العزيز، لا شك أن الحرية الجنسية مرفوضة وفق الشرع ووفق الدين ووفق القانون، ولا يجب أن نكون نحن متوسعين وأن نتصدر هذا المشهد كدول الخليج. الدستور والدين هذا أمور تحترم حتى في القوانين الدولية لحقوق الإنسان. كذلك أن يجب أن لا نخالف الآداب العامة، ويجب لا نخالف النظام العام، ولا نخالف الفطرة والطبيعة البشرية، لأن ليس أساسا حتى في كل دول أوروبا وبعض ولايات أمريكا ليس كل هذه الدول أو الولايات أنها تبيح هذه الأمور، بل أن بعض الدول الأوروبية تجرم هذه الأمور نفس دول الخليج. لذلك أنا أطالب من بس المنظمات الدولية أن لا تركز على هذه الأمور وتترك أمور مهمة. احنا يعني نتمنى أن يتم تطبيقها على المثلية وعلى ما يحدث في فلسطين بشكل عام، المثلية أو الحرية الجنسية. أنا أتمنى أن المنظمات هذه تركز على ما يحدث من تعذيب ومن تعسف ومن قتل في بعض الدول مثل الروهينجا والصين، ما يحدث في الصين وبعض الدول الإسلامية. هذا أهم من أني أتفرغ لأمور أساساً في خلاف. سنستمر في هذا الحوار وفي خلاف دين. ولكن قبل أن نكمل الحوار دعني أعود مرة أخرى إلى التغريدات. وفي تغريدة لمنظمة العفو الدولية تقول: ما كان ينبغي إدانة سلمى الشهاب أساسا، ولكن زيادة الحكم عليها من 6 سنوات إلى 34 سنة في أعقاب محاكمة جائرة يثبت أن السلطات تقصد استخدامها لتكون عبرة للآخرين وسط حملة القمع التي تشنها على حرية التعبير. أيضا في تغريدة أخرى يتساءل فهد الغفيلي، يقول: ضوابط جديدة لإعلانات الوظائف في المملكة لا تسأل عن السياسة والمذهب والعرق، وهل يمتلك المواطن توجها سياسيا فهو محروم من حقوقه في التعبير عن رأيه وممارسة حرياته، وسجون معتقلي الرأي الممتلئة تشهد. في تغريدة أخرى لريما شعلان تتساءل: هل قرار البرلمان الأوروبي بالإفراج عن معتقلي الرأي هو الأول من نوعه، وهل سيكون الأخير منذ أحداث 2011، وهو يدين انتهاكات حقوق الإنسان ويدعو للإفراج عن معتقلي الرأي وتحسين جذري لملف حقوق الإنسان؟ سيدة لي ويتسون، في الوقت الذي تتحدث فيه الأنظمة الخليجية عن تقدم نحو الحريات، شهد عام 2022 أحكاما بالسجن على مغردين ومغردات تصل إلى عشرات السنوات. ما هو تفسيرك لهذا التناقض؟ إنه محرج للغاية، وخاصة أن الحكومة السعودية تقوم بإلقاء القبض على مواطنيها لأنهم يعربون عن أي انتقاد أو أي رأي. هذا يعكس حكم ينتابه الريبة وجنون العظمة، فهو لا يستطيع أن يتحمل الخطاب المتبادل القائم على الثقة بينهم وبين مواطنيهم، وأن يضعوا النساء في السجون وأن يحكموا عليهم بالسجن ل30 أو 40 عام. أي نوع من الحكومات هذه؟ تلك الحكومات التي ترهبها مجرد تغريدات يقوم مواطنوها بإرسالها. هناك الآلاف والمئات مئات الآلاف من المواطنين الذين ينتقدون حكوماتهم في كافة أنحاء العالم. لماذا لا يقوم هؤلاء البلدان بنفس ردة الفعل؟ لماذا تحاول دولة كهذه أن ترهب مواطنيها؟ هذا أمر مروع أن نرى هذا القمع والطغيان الذي تواجهه الفئات الاجتماعية في السعودية، وهذا يبين عدم الثقة
النفس وما تواجهه الحكومة السعودية في عام 2023. الناس يجب أن يكون لهم حرية التعبير عما يريدونه. نعم، طيب دعيني سيدة لي ويتسون أنتقل مرة أخرى إلى الأستاذ محمد. ما الذي تحتاجه اليوم دول الخليج في المرحلة القادمة لتحسين ملف حقوق الإنسان بشكل كامل؟ أستاذي العزيز، لا يمكن إنكار وجود سجناء راي في دول الخليج بشكل عام، ولكن أنا كمواطن كويتي لا يحق لي أن أتكلم عن باقي دول الخليج لأمور أولها رفع قضية من قبل حكومتي علي كإساءة لدول صديقة، لذلك سأتطرق للكويت. احنا طبعا ما في شك ان الفتره اللي طافت هدت الامور نوعا ما في الكويت، ولكن ما زالت الاحكام تصدر ضد مغردين. اخرها قبل يومين صدر حبس بمحكمه التمييز ضد مغرده بالسجن 3 سنوات. لذلك هدوء هذا الامر لا يوجد ضمانه بان هذه القوانين المقيده للحريات ان تستخدم مستقبلا في اي مخالفه صريحه. لذلك ما زالت القوانين المقيده للحريات موجوده ولم تلغى ولم تتعدل، وما زالت حبس الكلمه موجود، وما زال قانون الحبس الاحتياطي كذلك موجود وشديد وغير مجدي، وما زالت الاحكام مستمره، وما زال البعض يسجن بسبب كلمه وما زال لدينا في الكويت مهجرين نتمنى عودتهم وشمولهم بالعفو باسرع وقت، وما زال لدينا الاعلامي احمد الجبر بدون جنسيه، وما زالت قضيه البدون وجودهم بلا هويه ولا حقوق. اذا لم يتغير شيء بالكويت حتى وان هدأت هذه الاوضاع، ولكن ما زالت القضيه. لذلك واجب على مجلس الامه الكويتي ان يتم الغاء هذه القوانين او تعديلها حتى لا يتم استخدامها مره اخرى، لان في السنوات العشر الاخيره عانت الكويت في هذا الامر وتدنى ملفها الحقوقي في المجتمع الدولي وفي المنظمات الدوليه الى اسوأ حال. صحيح، وحتى الكثير من المنظمات الدولية تحدثت أن الحقوق بشكل عام في منطقة الخليج بحاجة إلى المزيد من الجهد. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد الحميدي المحامي والناشط الحقوقي الكويتي، كما أشكر السيدة سارة لي ويتسون المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن في العالم العربي والرئيسة السابقة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة Human Rights Watch. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج حديث الخليج وحصاد دول الخليج السياسي والاقتصادي والحقوقي لعام 2022. أشكركم على طيب المتابعة، والتقانا يتجدد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.